السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمو جمال عمو جمال، قصص جميلة للأطفال. عمو جمال عمو جمال، قصص كلها خيال في خيال للولاد وللبنات. أحلى وألطف حكايات. عمو جمال جالكم عشان يحكي لكم قصة جديدة، بس ما تنسوش اشتراكات وتفعلوا الجرس وتعملوا لايكات. استنوني لحظات وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني عمو جمال، وقصتنا النهارده اسمها الحب الحقيقي. ونقول كان يا مكان ولا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. كان فيه ملك صالح، ربنا كرمه واعطاله بنت جميله جدا جدا جدا. البنت دي كل الناس حبتها، مش الناس بس، وكمان الجن كمان حبوها. وفي يوم من الايام جني ومارد كبير اتهيأ في صورة شخص حلو قوي، واتقدم لابوها، وكان معاه مجوهرات وفلوس كتير وحاجات كتير حلوة. بس للأسف قال له انا عاوز اتجوز بنتك. الملك اعجب بيه، قال له انا هسأل بنتك. دخل على بنته وقالت له ايه رأيك؟ ايه رأيك يا بنتي تتجوزيه؟ قالت له لا يا بابا، شكله مش مريحني. الجني قال لازم انتقم منها. في يوم من الايام الملكه كانت واقفه فوق البلكونه، والجني عمل روحه صقر، وقف على كتفها وقال لها اديني العقد اللي معاكي. قالت له انا مش هديك العقد. قال لها اديني العقد اللي معاكي. قالت له لا مش هديك العقد. قال لها انا هنتقم منك. قالت له انت صقر ازاي وبتتكلم؟ قال لها انا مش صقر، انا جني ولازم انتقم منك. دخلت الاميره جوه الاوضه ونامت، وابوها الصبح بيخبط عليها، ودخل عليها الباب. فجاه لقيها. عاوزين تعرفوا لقيها ايه؟ بعد الفاصل ارجع لكم تاني اقول لكم بقيت لكم تاني. الملك فتح الباب على بنته، لقيها تمثال بتسمع وبتشوف، بس ما بتتكلمش ولا بتتحرك. زعل قوي، قال للوزراء بتوعه اللي حصل. واحد من الوزراء قال لهم يا ملك، لازم تعمل مكافأة للي يعيش في بنتك. بعدين عمل مكافأة كبيرة للي يعيش في ايه؟ بنته. يروح لها ناس ويجي لها ناس، وبرضه تمثال كان بيتألم الملك عشان خاطرها. وفي يوم من الأيام واحد كان اسمه حسن الشاطر، حسن الفارس، حسن الهمام، معدي الصحراء، جاي من الشام رايح العراق. ومعدي في الصحراء وقفوا الصقر. قال له انت رايح فين؟ قال له انا رايح عند الاميره زبيده عشان اشفيها. قال له ازاي تشفيها؟ انا اعرف اشفيها. قال له مش هتقدر تشفيها، انت عاوز فلوس وبس. قال له لا، انا عاوز اعمل خير. الصقر قال له انت عاوز تعمل خير؟ طب انا اقول لك تعمل خير ازاي. انت تديها الزهره دي وتحطها عند بقها، بس بعد ما هي تبقى انسانه انت تتحول لتمثال. قال له يعني ما يهمنيش، انا اتحول لتمثال. فده الاميره. قال له خد وهنجرب لو كنت كذاب ولا صادق. راح الشاب اللي اسمه حسن عند الملك وقال له يا مولاي الملك، انا معايا الحل. قال له ازاي الحل؟ قال له معايا الزهره دي احطها عند بق الاميره ترجع زي ما هي، بس انا هبقى تمثال. قال له لا يا ابني ما ينفعش. ومسكه حسن، ساب ايديه وطار وحط بقه على الاميره اتحولت، بقيت رجعت بني ادمه وجميله تاني. وحسن ما حصلوش حاجه، بس بعد ثواني او دقيقه حصلت حاجه. عاوزين تعرفوا حصلت ايه؟ استنوني هقول لكم حصل ايه. هم بعد دقايق حسن اتحول لتمثال. الاميره زعلت، فضلت تبكي 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 تبكي، وقالت ايه الحل؟ ده ضحى بنفسه عشان خاطري، انا لازم احلها. سنه 2 وحسن تمثال زي ما هو، وهي يا دوب قعدت شهر
او شهر ونص بس. زعلت، وكل يوم تتكلم معاه، عينيه بتتحرك بس بقه واقف وايده ورجليه ما بتتحركش. كان بيسمع كلامها وبيحس بيه بس مش قادر يرد عليها. في يوم من الايام الاميره واقفه على البلكونه، جالها الصقر وقال لها اديني العقد. قالت له انت قالت لها ايوه، انا الجن المارد اللي جيت قبل كده وخليتك تمثال تتجوزيني وحسن يرجع زي ما كان. قالت له اتجوزك وحسن يرجع زي ما كان. قال لها بكره خلاص هاجي لابوك بصوره انسان جميل وحلو زي ما قلت له المره اللي فاتت وانت توافقي. تاني يوم راح الجني وبشكل انسان وتقدم لابوها وقال لها هتقولي اه ولا لا؟ قالت له انا حاضر هقول لك اه. خلاص جوازنا يوم الخميس اللي جاي. الملك استغرب، بنته رفضته المره اللي فاتت وازاي تقبله المره دي، وكانت بتبكي. وجاتها وهي داخله وعمال يطبروا لها وهي بتبكي. الجن شافها، حول حسن، بس ما حولوش بلبسه القديم، حوله بلبس عريس ومسكه في ايده وراح للاميره وقال لها سامحيني يا اميره، انا غلطان اللي انا عملت فيكي كده. طب خدي حسن اولى بيكي مني. حسن حبك بجد وحسن انسان زيك، وانا سلام. اتجوز حسن الاميره وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ولايكات لو عجبتكم القصه. استنونا في قصه تانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.